اول ما بتحط الطفل على الارض وهي بتلعب في التليفون، الطفل بيدخل جوه صندوق الزباله، وفي الوقت ده جت عربيه الزباله وشالوا الزباله اللي فيها الطفل وحطوها جوه العربيه ومشيت. ومراته قبل ما بتبص على الطفل بتلاقي الطفل مش موجود، بس بتفرح بطول مصلحه عشان ما يعرفنيش تاني. وفي تاني يوم عامل نظافه بيشوف الطفل في الزباله وبيستغرب جدا، فبيقرر يربيه لحد ما يلاقي اهله. واول ما بيجي جوزها بتعمل نفسها بتعيط وبتقول ان ابنك ضاع مني، وبيزعلها بيقول لها ازاي ضاع منك، وبتقول له مش عارفه كنت قاعده وفجاه لقيته اختفى. وفورا نزلوا الشارع وبداوا يسارعوا على الطفل، بس ما حدش بيكون عارفه، فبيحطوا ورقه على العمدان عشان اللي يشوفه يتصل بيهم. بس اي ورقه بيحطها مراته بتقطعها عشان مش عايزاه يلاقي ابنه وتربى عيل مش ابنها. وفي اليوم التاني عامل نظافه بيشوف اخيرا الولد اللي معاه ومكتوب رقم التليفون، وبرن عليهم على طول وبترد مراته وبقول لهم انا لقيت الطفل، بس بتقول له لا احنا مش عايزينه، بتقفل السكه في وشه وبتصدم من اللي سمعه. وفي اليوم التاني بيكون عمال يشحب بالطفل، وهو بيشحب من الراجل ده بيطلع ان ده ابو الطفل، وبيتصدم لما بيشوف ان ابنه معاه وبيقول له ان ده ابني، وبيقول له لا انت كداب وده مش ابنك عشان انا كلمت امه وقالت لي احنا مش عايزينه. وبيستغرب جدا وبيقرر يعمل اختبار عشان يتاكد من كلامه، وبيخليه يروح على بيتها وبيقول له خد ابنك اهو، وبتقول له مش انا قلت لك ان احنا مش عايزينه. وفورا دخل جوزها وبيقول انا غلطان ان اتجوزت واحده زيك، والبوليس بيقبض عليها، وبيقول لعامل النظافه انا هديك $100,000 مكافاه ليك.